السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل السمك السردينة صينية في الفرن. قلنا بقى نعمل سمك السردينة كده. السمك السردينة يا حبايب قلبي لو جربتوه في الصينية بيبقى طعمه جميل جدا. اللهم صل على الحبيب النبي محمد. ما تنسوش كده في بداية الفيديو تحطوا اللايك للفيديو، علشان اللايك بيرفع الفيديو حبايبي. وكل متابعيني بره مصر وجوه مصر اكتبوا لي في الكومنتات كده، قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. حبايبي واخواتي وكل متابعيني مطبخ قناه عبده يا حبايبي، كل حبايب مطبخ قناه عبده حبايبي واخواتي وكلكم حبايبي واخواتي. بصوا بقى، هنا معانا السمك انا كنت غسلاه ونضفته كده بالليمون زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، يعني جربوه صينيه مش هتخسروا حاجه، لان طعمه والله خطير. بسم الله ما شاء الله، احسن من مقلي وما فيهوش زيت ولا كده. حاجه بسيطه وحاجه قليله جدا من الزيت، يعني ما فيش لا تذكر. معلقتين اتنين زيت بس. بصوا بقى، احنا هنا غسلنا السمك ونضفناه زي الفل كده. هنرصه في الصينيه، وهنرص السمك في الصينيه يا حبايب قلبي بعد ما اتغسل رصه حلوه كده. الصينيه على قد انا كنت عامله كيلو، عامله كيلو سمك كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بعد ما غسلت السمكه السردينه دي يا حبايب قلبي من يعني جميله جدا. يعني بسم الله ما شاء الله، كنت جايبه كيلو ب 130 جنيه، جبت الاتنين كيلو ب 260 جنيه. بس سمكه بصوا عامله زي البسكويته كده، بسم الله ما شاء الله. يعني انت عاملها معامله ما بتستحملش لا غسيل ولا اي حاجه. يعني تيجي تنضفوها بحذر، لانها بتتهري بسرعه. سبحان الله. انا غسلتها ولما الليمون زي ما انتم شايفين، وبعد كده ايه، حطيتها في الصينيه نرصها معاكم في الصينيه كده زي ما انتم شايفين. هنعمل احلى صينيه سمك سردينه في الفرن. جميل طعم ايه. وبصوا بقى الصوص اللي هيطلع منه، بصوا بسم الله ما شاء الله. الصوص اللي هيطلع منه جميل جدا، طعمه كنت حاطه على الرز كده واكله. والله العظيم جميل جدا يا حبايبي. هنرصها كده، ومعانا هنا ايه، معانا شرايح بصل. خدت بصلة متوسطة كده قطعتها شرايح، ومعانا كمون، معانا ملح، معانا شطة ناشفة، معانا هريسة الشطة كنت عاملاها. وخدنا ليمون، وخدنا ملح. كل حاجة خدناها كده في قلبه كده، حاجة شوية بهارات عسل كده. وحطينا معلقتين زيت، تمام. وحطينا توم، يعني الخلطة دي كلها مع بعضيها كده بصوا. وطماطم، عصير طماطم. يعني معاكم في الفيديو احلى احلى صينية سمك كده، بسم الله ما شاء الله. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتحطوا اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو يا حبايبي. اللايكات عندي واقعة خالص، اللايك بيرفع الفيديو. حطوا لنا لايك كده يا حبايب قلبي، وكل متابعين حطوا لايك للفيديو. وصلوا على النبي واذكروا الله، وادعوا الموتانا بالرحمة، وادعوا المرضانا بالشفاء، ربنا يشفي كل مريض يا رب. والحاجات دي كلها مع بعضيها كده بتدينا في الاخر صوص في السمك جميل جدا. هتسيبوا السمك وتاكلوا الصوص بتاع السمك. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وعملنا شوية رز حلوين كده بالبصل. كلكم عارفين الرز بالبصل اللي هو الصيادية، بيسموه صيادية. احنا عندنا بنسميه رز ببصل. في ناس بتسميه رز صيادية. حسب بقى اي مسمى في اي بلد، ما مش اشكال، بس اهم حاجة ان احنا بنعمل رز جنب السمك. وممكن كمان والله العظيم لو في عيش طازة كده صابح يتغمس بقى غموس وبقى زي العسل. بسم الله ما شاء الله. حبة سمك كده والله العظيم، يعني اللهم صل على النبي. مش بشكر في نفسي غير ابليس، بس صراحة ربنا. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، والله طعمه جميل. انا كان نفسي فيه والله من بدري، قلت اعمله بقى. وظبطته كده بالثوم والفلفل، حطينا فلفل وحطينا طماطم، عصير طماطم. حطيت حوالي نص كيلو طماطم معصوره كده بس من غير ميه. خلوا بالكم لما تيجوا تحطوا الطماطم العصير ما تحطوش ميه عليها، غير اللي هي تشغل سكينه الخلاط بس. يعني ربع كوبايه، يعني حاجه تشغل السكينه بتاعه الخلاط، لان الخضار ده كله بينزل ميه. يخش الفرن مع الشوايه ويخش الفرن بينزل الميه. البصل بينزل ميته، والفلفل بينزل الميه، والطماطم فيها ميه، والسمك كله مع بعضه بقى بيعمل صوص جميل. بس ما تحطوش ميه، هو الزيت والعصير الطماطم وكمون والملح والشطه ناشفه وهرسه الشطه وتوم. كل حاجه بمقدار بردك. يعني حطيت فصين 3 توم، هرسه الشطه كنت هرسه عليها توم بردك، تمام. اللهم صل على النبي. وشويه زيت، حوالي معلقتين زيت، ودخلته الفرن تطلع معانا زي ما انتوا هتشوفوا كده في الاخر. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. وهنعمل شويه سلطه عملناهم حلوين كده، شويه سلطه وجرجير وخضار وتشكيله كده حلوه، وبخيار. وانتوا عارفين السلطه الخضراء بقى، سلطه الطماطم.
اللهم صل على النبي، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. يا ريت ما تنسوش في اللايك وتحطوا اشتراك للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان كل وصفه من وصفاتي توصل لكم حبايبي واخواتي وكل متابعين. شكرا لكم ولدعمكم ليا للقناه، حبايبي بره مصر وجوه مصر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.